السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اسعار البور واسعار الطبار، وعلى الفرق في التمليح ما بين البور والطبار في الايام ان شاء رب العالمين يعني، وفي في التصنيع يعني. اللي هيقول لي ده يا جماعة ايه، معلش هديله السمكة منه ولا حاجة عشان ما نوعدش بعض، بس يعني انا بوريكم السمك ده اهو، وقولوا ايه رأيكم ده انواع السمك ده. هقول لكم انواعها في الاخر. اتفرجوا على يعني إبداع ربنا في ملكه. اتفرجوا على إيه؟ على جمال الحياة والمعيشة ومخلوقات ربنا والحاجات اللي بنشوفها في الدنيا طول ما احنا عايشين. اتفرجوا ما شاء الله، يعني سمك سبحان الله في خلقته وفي صنعه. من شايفين؟ طيب، هنصلي على رسول الله وهنتكلم على الطبار أولا. الطبار يا أولاد إلا ما هو فصيلة من فصائل البوري. كلام واضح؟ كلام واضح. زمان كان الطبار اللي هو بتاع المية الحلوة، يعني بتاع المزارع، كانت الناس بتسترخصه علشان خاطر سعره. أسعار الطبار يا أولاد كان زمان من فترة أسعار الطبار، يعني إذا كان البوري مثلا ب50 هنقول الطبار ب25، تمام؟ ب20، تمام؟ لو كان البوري ب100 كان الطبار ب65. انضربوا الدم ب70، انضربوا الدم ب70، والواحدة بتاعت تبقى كيلو وتبقى أكبر من البوري. تمام كده يا ولاد؟ تمام. جودة السمونية بتبقى في البوري والطبار موحدة. يعني إيه؟ يعني البوري لو سمين أهو سمين، والطبار لو سمين أهو سمين، يعني ما فيش عقدة تغلب التانية. دي جودة ويعني وأكل سمك وعلف وكلام من ده. لكن الهزيل هزيل والسمين سمين. لكن هو الطبار طول عمره يعني ابن البوري. البوري الملك الأسد، إنما تحت منه الطبار. في بقى الجرام والهليلي أو دقة صفراء وحاجات كتير، لكن احنا بنتكلم على شغل اللي بيتملح. تمام. الطبار يا أولاد النهارده بقى سعره زي البوري. طب أنا كنت في السوق لقيت في حد جايب طبار يعني 40 سمكة في البوكسة، يعني السمكة تلات أرباعات، والبوري يعني إيه التلات حبات كيلو. تمام. لقيت الطبار أغلى من البوري برقم علشان يبقى كبير، وعشان ما عادش خلاص بقوا باظت. عارفين لما واحد مثلا كان زمان عشان يعني يحب واحدة ايه ورد بقى وحربات والسلم ونقعد نجيب وسطات، انما النهارده رن التليفون وتنزل له باظت. فبقيت العملية ايه بقى؟ العملية بقت دلوقتي متساوية للأسف. الطبار بقى ايه في سعر البوري، وساعات الطبار بيبقى أغلى من البوري. طيب، الطبار فصه او لحمه انعم ولا اخشن؟ الطبار في الملح اخشن من البوري. الطبار في الملح في التمليح بيبقى انشف واجلد من البوري، لان لحمه قليل. ساعة ما ينزل الملح بتاعه يقوم الملح يتفاعل معاه. لو جت السمكة مش متصنعة صح، السمكة لو كانت هزيلة سنة تروح مجلدها معاك، انسي. انما البوري جلده ورقيق ولحمه، جلده قصدي تخين ولحمه كتير، لان البوري مدور، فبالتالي ان هو بيستحمل شويه الملحايه. لكن لو هزيل برضه ممكن يجلد، ولكن نديله مثلا يعني 50% انه يجلد. لكن الطبار يا اولاد 90% يجلد. عايز صنعه وعايز اجتهاد عشان يجي معاكم. تمام يا اولاد؟ تمام. طيب، تملحوا. طب في الطبيخ مثلا والشوي وكده البوري خشن عن الطبار في الشوي والطبيخ بفصل ناشف، انما في الطبار في الشوي او الطبيخ فصل ناعم. سبحان الله في الملح يبقى العكس، الطبار يبقى جليد. طيب، احنا ازاي نملح الطبار واحنا مثلا بقى كله اسعار واحده وانا عايزين نجيب طبار؟ طب يا ترى يا ابو رجب اطعم سمكه في الملح الطبار ولا البوري؟ الطبار. انا بموت في الطبار، ما بحبش البوري في الفسيخ، بحب الطبار. طيب، احنا لما نيجي مثلا نملح الطبار تمليحه الصح هيبقى بقى، هعمل لكم فيديو. هجيب لي مثلا كيلو طبار ولا اي حاجه من حد من اصحابي اكل منني واملحه واوريكم طريقه الطبار من الالف للياء عشان ما يبقاش بالكلام بس.
تمام. اللي كان معانا دلوقتي ده بوري يا جماعه، بوري، ولكن كان من السمك بسم الله ما شاء الله لما يكون المزرعه او النشوه مسحومه سمك، فبيحصل منه كده، يبقى في بعد سمك خلقه كده تلاقيها متكوكه في بعضها. تمام. لكن ده كله بوري. بدخل يا ولاد على المعمل الجديد، حاجه هنا برضو على الرؤيه، مش هقول محل لان انا ما عنديش محلات. كان في يعني وفض وكلام من ده، بس عندي الحمد لله معمل واتنين، الحمد لله. ده المعمل الجديد كبير. تمام. طبعا ما هقدرش اجيب كل المعمل، لان المعمل دي في حاجات انا اصلا شغلنا وكده، فما ينفعش ان يبقى على الملأ، فاهمين. لكن انا طبعا اقسم لكم بالله اللي بقوله لكم هو ده اللي هينجحكم. واظن في منكم كتير فتح مشروع وجرب وعرف ان احنا صادقين ولا مش احنا صادقين، او يعني بنغني عليكم زي الناس اللي بتتكلم عشان المشاهدات والكلام الفارغ ده. انا بتكلم بما يرضي الله لان الحاجه غاليه، وقبل ما تغلى من سنين طويله وانتم متابعيني وعارفين ان انا ما بقولش اي كلام. واخص بالذكر اخت كريمه ربنا يبارك فيها، عندها قناه يعني كويسه، عملت زي يعني على طريقتنا، او يعني عملت يعني بعض من الطريقه بتاعتنا وجودت هي من عندها. طبعا هي حره، بس هي يعني ربنا يبارك لها ذكرتنا في الفيديو بتاعها وما قالتليش ولا حاجه، بس بعض من الاخوات المحترمين اللي بيروحوا عندها اجوا قالوا لنا يعني. فانا بشكرها ان هي عندها طبعا امانه، وان هي انسانه محترمه وقدرت تعب الغير، فهي تشكر وبشكرها في غيابها يعني. تمام. انا ما اعرفش اسمها ايه. صافية يحيى، قناة صافية يحيى. طيب اسمها قناة صافية يحيى، ربنا يبارك فيها، إنسانة محترمة. وبقول لها أخوك في الله، مش متكبر، لكن أنا لا بعرف أقرأ ولا أكتب وما بدورش على قنوات حد، فاهمين؟ يعني أنا آخري أقعد ألعب على البتاع ده هواني جيمز لحد ما يجي لي شغل أو يجي لي حاجة، بس إنما أنا ما بعرفش أعمل أي حاجة تانية، ما بعرفش أجيب يعني، ماليش علاقة بالتليفون ده. فحد من الاخوات اللي عندنا هم اللي قالوا لنا عليها، ربنا يبارك فيها، وانا بحييها طبعا لان هي انسانه يعني عندها امانه وبتقدر تعب الغير، فبنشكرها. وان شاء الله ربنا يبارك لها، ويعني وعايزه تكمل على الطريقه بتاعتنا. هي لها مني كورس مجانا، لو هي شافت الفيديو ده وحابه تشرب الصنعه في فيديو معمول لها مخصوص. انا بعمل الفيديو طبعا من فلوس وانتوا عارفين اللي هو الكورس، لكن لها مني كورس مجانا باذن الله، لو اعتمدته تفتح محل. اتفضل. في نهايه الفيديو يا اولاد اشكركم واشكر الاخت صاحبه الفيديو اللي عاملاه لي، ربنا يبارك فيها. ربنا ان شاء الله دايما معروف، وسامحوني اذا كنت ما بردش على حد على الواتس ولا على مثلا على التليفون. فدلوقتي انا مخصصهم من وقت الاكل العيش بس، ان حد عايز شغل حد عاوز كده بيبقى على الواتس او التليفون. انما اللي عاوز حاجه مجانا عنده القناه يستحمى ويعوم فيها زي ما هو عاوز ويزف تعليقه، وان شاء الله هنرد عليه. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.